السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استحلفكم بالله سبحانه وتعالى اللي انت لازم تسمع الفيديو ده ولازم تشيره، عشان خاطر انا اتمنى الفيديو ده يوصل ناس معينه، واتمنى ان هم يغيروا من حالهم شويه. تمام. طبعا احنا هنتكلم النهارده على الشباب اللي هم بيطلعوا بالليل وبيسرقوا مثلا الذره، القصب، بيسرقوا مثلا الجته، الخيار، الباذنجان، المحاصيل اللي هي الفلاحين بتاكل من وراها عيش وبتزرعها وتعبانه فيها طول النهار، ايش دواء، ايش رش، تعب، حشيشه، نجيله، طول النهار تعبان فيها، طول النهار تعبان فيها. ويجي واحد، يجي بقى الشباب اللي هم بيسهروا طول الليل، العيال الحشيشه، العيال اللي هم بيشربوا ومصرصرين دول، يجي بالليل ويطلعوا على زرعه فلان يقطعوا منها مثلا 20 كوز ذره و10 عيدان قصب، مش عارف يطلعوا مثلا على فلان، مش عارف يعملوا ايه. بص يا حبيبي، دي في النهايه اسمها سرقه، دي اسمها سرقه. تمام. وكان في حديث كنا دايما بنسمعه من ناس اكبر مننا، بيقول لك لو نفسك في حاجه كلها. انا عايز دليل الحديث ده يا جماعه، انا عايز دليل الحديث ده. لو نفسك في حاجه كلها يا جماعه، لازم تفهموا الناس ازاي تبقى في وعي فعلا ديني ووعي اسلامي، ومش تقولوا اي كلام كده وتخترعوا اي اختراعات. تمام. سيدنا ابو بكر الصديق لما علم كان كل حاجه كده، ولما علم بس ان هي مسروقه ما ايده في بوجه وطلعها ورجعها، مع ان هو ما سرقهاش. تمام. هو ما يعلمش ان هي كانت، هو مش يعلم حاجه، بس كانت مسروقه. بس قال لا، تبقى في باطن ابو بكر الصديق حاجه مسروقه؟ استحاله مهما كان. هل برضه بعض الصحابه اللي كانوا معدين على الغلام اللي كان بيرعى الغنم، وقالوا له يعني هات لنا شويه لبن، قال لا انا راعي على الغنم ديت، انا مش صاحب الغنم، شوفوا صاحب الغنم فين وقولوا له، وانا اجيب لكم اللبن اللي انتوا عايزينه، واحلب لكم الشاي اللي انتوا عايزينها، وتشربوا منها ايه زي ما انتوا عايزين. تمام. والولد اللي كان كل برضه كان في تفاحه وقع كده من شجره، وبعدين كل نصها، وبعد كده هو يعني خوف من ربنا سبحانه وتعالى، فراح لصاحب البستان قال له انا كلت نص التفاحه دي، فهل ممكن تسامحني في نص التفاحه ديت ونص في التفاحه الثانيه اهوت؟ فكان جزاء الولد ده ان هو راجل سامحه وجوزه بنته، وكانت من اجمل البنات والصبيه على وجه الارض. فطبعا يا جماعه احنا هنرجع ونقول لنفسك في حاجه تاكلها؟ لا، لازم تفهموا دينكم صح، ولازم تفهموا الدنيا صح. نفسك في حاجه كلها، بس مش دايما باستمرار، مش دايما باستمرار. ازاي بقى؟ بمعنى انا مثلا دلوقتي معدي على الارض ولقيت شجره جوافه، نفسي في الجوافه بصراحه، وريحه الجوافه كده هفت عليا، فاروح جاب ايه شجره واحده جوافه واروح جوا كلها. تمام. كلتها، اهلا وسهلا، انت لسه في حكم السارق، خلي بالك، انت كده لسه لحد دلوقتي كده انت كده في حكم السارق. انت نفسك فيها وكلتها، بس انت كده في حكم السارق. يبقى انت كلت يا باشا وسديت بطنك وسديت جوعك وسديت الشهوه بتاعتك اللي انت كنت محتاجها. اطلع على صاحب الارض قول له بعد اذن حضرتك ممكن تسامحني؟ سامحك ليه يا ابني؟ يقول والله انا كنت معدي على الارض بتاعتك وشميت ريحه الجوافه وهفت عليا، وبصراحه انا كلت جوافايه، فهل انت مسامحني فيها؟ يا ابني انا مسامحك فيها. بس يبقى احنا كده بنتعلم ديننا صح يا جماعه. نفسك في حاجه كلها، بس لازم تخبر صاحب صاحب الارض اللي انت كلت الحاجه دي. تمام. طيب الشباب بقى اللي هم بيطلعوا بالليل وبيسرقوا مثلا الذره، في مثلا 20، في عيال مثلا بس ممكن تاخد 20 كوز ذره او 30 كوز ذره. تمام. ويوميا على كده، وهم وغيرهم. طب الراجل دي هو زرع اصلا كام كوز ذره اساسا؟ والراجل ده لما يجي اخر الزرع هيدور على كيزان الذره، مش هيلاقي كيزان ذره. ده انا معدي على واحد لقيته مطلع اكتر من 60 عود، بقول له ايه يا عم انت مطلع العيدان بدون ما تجيب لي كوز يا عم؟ قال والله يا ابني ديت مسروقين كليتهم، وانا مقطعهم عشان خاطر اوديهم للبهيه. يعني دي اكتر من 60 عود متقاطعين وحاططهم في العربيه الكر وماشي بيهم، وبقول لك والله يا ابني دول مسروقين. طب ازاي يا جماعه؟ يعني اتقوا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه في الناس دي، اتقوا ربنا فيهم. هي دي رزقتهم في الدنيا، هي دي رزقتهم في الحياه، ان هو يزرع ويجيب بعد كده المحصول بتاعه. وتفكر هو يعني بيعمل ايه؟ ده هو بيجيب الاول الادويه غاليه والاسمده كمان غاليه، وهو شغال طول النهار في الارض، وبيجيب ناس تعزق معاه، وفي النهايه لما يجي يلم الزرعه يا دوبك بيلم حاجها وبيطلع منها المكسب بتاعه، والمكسب بتاعه بيكون بسيط اصلا مش كتير يعني، وراجل تعبان طول النهار في الارض. غير كده انا بستفاد منها، وانت بتستفاد، وابوك بتستفاد، وامك بتستفاد، وكلنا بنستفاد. الراجل ده لما يطلع الذره ويبيعه، الناس التجار بيبيعوه تمام للشركات، والشركات بعد كده بتعمله لنا دقيق، والدقيق ده بيعمله لنا ايه؟ عيش. يعني كلنا في النهايه بنستفاد. انت بروح امك لما تروح وتاكل الزرعه ديت، احنا هنلاقي ايه اصلا يعني ناكله؟ والراجل ده الغلبان ده هيلاقوا ايه ياكله؟ غير ان هو هيقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويمكن الراجل ده في يوم من الايام يقول لك لا انا مش هسكت بقى، انا هقعد في وسط الارض واشوف مين اللي بيجي يعمل لي، ويمسك شرشره في ايديه، الشرشره اللي هو بحش بيها دي،
تمام. ممكن يشوف واحد جاي بيجلع يروح يا ماسك الشرشره يروح يدببها فيه، ممكن موت الولد ممكن موته. يبقى هو انت استفدت ايه وهو استفاد ايه؟ هو قتلك، وعلى فكره المفروض ما ياخدش فيك اصلا دقيقه واحده، لان انت كده متعدى عليه ومتعدى على ارضه. هو راجل مغلوب على امره، هيعمل ايه؟ راجل مغلوب على امره. فيا جماعه لازم نتقي ربنا سبحانه وتعالى، ولازم نعرف ان اي حاجه بتاخدها والراجل ما يعلمش بيها صاحب الارض دي حرام. لازم لو خدت حاجه علم بيها صاحب الارض، وما تاخدش اكتر من ايه؟ اكتر من نفسك. يعني مثلا معدي على كوز ذره، خد كوز ذره مفيش مشكله، بس يقول لصاحب الارض والله انا معدي وخدت كوز ذره، ممكن تسامحني او هجيب لك ثمنه. تمام؟ يبقى احنا كده متفقين يا جماعه ان احنا لازم نتقي ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا شويه وفي ديننا شويه وفي الناس اللي بتزرع ديت. تمام؟ ده كان فيديو النهارده يا جماعه، وكان لازم نوصل رساله عشان خاطر يعني الناس اللي هي بتسرق ديت تبطل سرقه بالله عليكم، والناس اللي هي بتزرع ديت يعني لا حول لهم ولا قوه، هم بيستنوا يخلصوا الزرعه بتاعتهم عشان خاطر يلموها، عشان خاطر يطلعوا منها مصاريفهم ويطلعوا منهم مصاريف لبيتهم وعيالهم. دي طبعا كان فيديو النهارده يا جماعه، واتمنى تشير الفيديو لوجه الله سبحانه وتعالى عشان الناس تبطل سرقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.